يعني ف فرحانين بقى وهناخد الدوري. الكلام ده في الستينات يعني. فكابتن حلمي قال للراجل هات لهم مع الشاي جاتوهيه. ده كانت كان هو ده المكافأة. الدوري العام. وفرحنا جدا بيه طبعا. يعني احنا قعدنا فتره في الاول خالص كان يعني الموضوع ده مش موجود خالص، وما كانش حد بيسال يا استاذ خيري. يعني تصور بقى كان يعني كلنا ما كانش حد بيسال على الموضوع ده. يعني ما كنتوش بتاخدوا راتب ولا اي حاجه؟ كنا بناخد يعني حاجات كده زي انتقال، بدل انتقال. وكان طبعا مبالغ يعني لما تقعد تترجمها على فلوس الايام دي هتلاقي يعني حاجه مش ممكن. بس ما هو ما كانش فيه احتراف. لكن عمر ما لعيب كوره طلب، عمركم ولا حد قال مش هلعب الا لما ياخد. جينا في الاخر شويه يعني ابتدت الامور تتحسن وتعمل زي عقود بس مش رسميه يعني عملوا كاتيجوري كده اللعيبه الكبار ياخدوا كذا. ياخدوا كام يعني؟ لا يعني كان مثلا 200 جنيه 300 جنيه كده زي في كده السنه. في السنه. بس هي اللي كان بيحصل بقى اما كنت تكسب الناس مشجعين النادي كانوا بيجيبوا للعيبه حاجات كويسه يعني عربيات وحاجات كده يعني؟ لا بعض الاوقات كانت بتحصل في الستينات. طبعا حصلت. احنا عندنا مره حصلت وانا مدير الكوره، كسبنا ماتش وفي برضو احد رجال الاعمال تبرع بعربيه للاعب. وبيسالك وانت لعيب؟ لا واحنا لا ما حصلش. وانت يا كابتن محمود؟ هو ايامينا اما كنا بنلعب كان خريج الجامعه بياخد 16 جنيه، وكان بيتجوز ويلاقي شقه وكل حاجه تمام. وكان الضابط بيتخرج من الكليه الحربيه والبحريه بياخد 25 30 بدلاته وبتاع. فكان 4 جنيه بدل انتقال في الشهر، دي كانت حكايه مبلغ. وبعدين تاخد مثلا مكسب 10 جنيه 5 جنيه تعادل بتاع. لما خدنا الدوري العام كان اقصى مبلغ 200 جنيه، دي كانت حديث المدينه. وبعدين كان في لعيبه صغيره راحوا جابوا اولياء امورهم عشان يدوهم الشيك. وبعدين ال 200 جنيه دول حطيت عليهم 100 جنيه وجبت عربيه موريس. سعيد قطب كان برضه عنده عربيه موريس ولا عربيه موريس. الكلام ده سنه 64. زي ما قال الكابتن حماده، احنا ما كانش في مخنا او في ذهننا الفلوس انك تلعب. انت بتزعل لما ما تلعبش، انما كانت 4 جنيه حلوه وكويسه. تشوفوا اللعيبه الايام دي اللي بتاخد ملايين وبتتمرد ومش عاجبها وبتسيب النادي وتسافر وعلشان ملايين اكتر وحاجات كده، ازاي؟ شوف استاذ خيري، انا كنت يوم ما عملنا الاحتراف بعد ما خلصنا كاس العالم 90 كان الكابتن محمود موجود معانا بيعلق على الماتشات، وانا كنت بعلق برضه. هو في الراديو وانا انا في الراديو وهو في التلفزيون، وانا كنت عضو مجلس اداره الاتحاد. بعد ما خرجنا من كاس العالم 90 كابتن جوهر الله يرحمه قال خلاص قرار لازم نعمل الاحتراف. فقلنا له والله يا كابتن جوهري يا ريت. واحنا طول عمرنا واحنا بنلعب لما انت والجون مفيش حد معاك، تشوط الكوره تطلعها بره تقول لو في احتراف كان الكوره دخلت ميه. طب انت الجون فاضي قدامك. يعني كنا كلنا بننقل كل حاجه في عيوبنا للاحتراف. فاقول كابتن جوهري بقى كان منظم وكان عايز ياخد قرارات. الله يرحمه. حقيقي الراجل ده الواحد يعني على فكره ذكراه اليومين دول ما شفتش واحد في حياتي زيه في حياتي. يعني انا ارتبطت بيه مع المنتخب ومع نادي الزمالك. كان يعني مثلا تصدق ان واحد كان يعمل ماتش بعد الماتش يعمل 11 فيديو ل 11 لعيب كل واحد مميزاته واخطائه ويجيبها له تاني يوم ويقول له اتفرج على نفسك. هو اللي بيعملها بنفسه في بيته في اوضه كده كانت زي هنا في التلفزيون، يقعد يمنتج ويعمل ويدي لكل لعيب الفيديو بتاعه. يعني شخصيه غريبه جدا. عشان كده المهم خد قرار وصمم، واحنا كنا موجودين في مجلس الاداره، وكان محمد بيه احمد الله يرحمه كان هو رئيس الاتحاد، وصممنا ان احنا ناخد الاحتراف. بس الاحتراف قلب فلوس للعيبه بس. ما انا هقول لحضرتك على حاجات غريبه يمكن ما حدش هيحس بيها. اتنفذ القرار ده اول ما نزلنا سنه 90. ايه رايك ما تنفذش اول مره تحس ان في احتراف في مصر من حوالي كام سنه؟ ولا كام سنه يعني بس يا كابتن لا دلاله على الفلوس اللي بياخدوها. ولا كام سنه. لا بس اللعيبه بتنتظم دلوقتي في الملعب، ما حدش بيتاخر، بس بياخدوا فلوس دلوقتي. لكن من 90 ما تنفذش فعلا الا من 3 4 بس اللعيبه مش منضبطين، بيسهروا عايشين حياتهم. بس قال الموضوع ده شويه دلوقتي. ان برضو بقت عندهم الخصم بقى جامد الى حد ما بقى ليه فوائد. بس عندنا صراع ما بنسمعوش بره ما بين اللاعب والنادي طول الوقت على فلوس، اديتوني قسط ما اديتونيش قسط. عارف المشكله في ايه برضه في الانديه؟ ما فيش في كل نادي عنصر التسويق. وطول ما انت عامل احتراف يعني اتفرج على ريال مدريد، الناس بتوع التسويق دول هم اهم حاجه. ازاي يعمل الفانيلا؟ هديك انا مثلا كده بالنسبه للفانيلات دي. على فكره واحد زمان كان عايز يعمل للعيب فانيلات
واتفقنا معاه هيديله اعمل له فانيلات بمبلغ كبير جدا. خلاص بس ما فيش حد، قلنا له خلاص يعني اللعيب هو حر بقى يحافظ على الفانيلا بتاعته. مشينا في الشارع لقينا عربيه كارو شايله 1000 فانيلا زي بتاعته. ما يقدرش يعمل حاجه، ما تقدرش تعمل مفيش حاجة. حقوق هنا. لا مفيش هو بعد اذنك، فيعني الحاجات دي بتفرق كتير جدا. يعني احنا بنجيب انظمه ما تنفعش تطبق عندنا، لانك انت خدت جزء من نظام الاحتراف. لازم يكون في مراهنات. انت المراهنات دي بتغذي الانديه بملايين، زائد بقى الرعايه والكلام ده. فانت عنصر اساسي عندك مش موجود اللي هو مراهنات، لان ما يصحش وحرام وعيب. طيب نعمل ايه؟ المفروض انت كدوله من خلال مؤسساتك انك تنظم ال الارتباط ما بين اللاعب وبين النادي من خلال اتحاد الكوره ومن خلال المسؤولين عن الرياضه في مصر. انت الانديه وياما عملنا واحنا في اتحاد الكوره، تيجي تقول للنادي خلي بالك اعمل عقد واللعيب ما ياخدش كل فلوسه. الصراع ما بين الاهلي والزمالك والانديه الاخرى اللي معاها فلوس يقول لك مالكش دعوه، العقد شهاده المتعاقدين، واللعيب اصبح لازم اخد فلوسي في الاول، عكس الاحتراف الحقيقي تماما اللي هو لازم بياخد جزء في الاول، ثم بعدد مبارياته اذا لعب بياخد، ثم الملايين اللي احنا بنسمعها ونشوفها لاوروبا ب 100 مليون و98 ما بياخدهاش، ده بياخد جزء وحسب ما هو منتظم بيبقى كده. النقطه الثانيه ان النادي لما بيجي ما بيوفيش عقد اللعيب، اتحاد الكوره نفسه بيقول للعيب من حقك تمشي. احنا عندنا في اتحاد الكوره لجنه اللاعبين بتخاف بقى من الانديه الكبيره الاحمر والابيض وكلام من ده، وتبدا عيب واختشي وكلام من ده وحاجات كده. لا هناك معروف انك انت طالما ليه بقى؟ انك انت عشان تلتزم معاك 10 ساخ خزينتك يبقى تشتري على قدك. انما احنا عندنا تروح شاري وبعدين تدور هتدي اللعيبه ازاي وكلام الخوف ده. من الاهلي والزمالك افسد الكره المصريه؟ نعم، الخوف من الاهلي والزمالك افسد الكره المصريه ده 100%. 100%. لا كالزمان مش دلوقتي. ده 100%. لا زمان يا محمود. لا ليه بقى؟ ليه لا لا. ليه؟ لان عندهم اعلام قوي، والاعلام القوي ومتعصب، وانا بتكلم الناس عارفه. يوم اتحاد الكره يجي ياخد موقف صح تلاقي الاعلام ده هلكه، خد بالك. فهنا الاعلام عليه دور كبير جدا جدا في كل مناحي الحياه، سياسيه واقتصاديه ورياضيه. وبعدين عاوز اقول لحضرتك حاجه، الرياضه دي انعكاس مجتمع. لو المجتمع ده سوي الرياضه بتبقى سويه. طب انت شايف المجتمع ايه دلوقتي؟ انا بقول لحضرتك، هقول لك المجتمع النهارده يعني تطبيق الاحتراف في كرة القدم اللي عادت كل الالعاب التانية، زي بالظبط ما قال لك ايه، لازم تطبق الديمقراطية. انت ما عندكش عناصر تطبيق الحاجة، وبنتأنزح ونروح حاطينها الخسران البلد. خد بالك الخسران البلد. يعني انا من قيمة يومين ثلاثة كده كان في الصين كان في مهرجان افلام مستقله، لقوا الافلام ديت بتنقد الحكومه، اقفل يا جدع ومشيهم من اللوكندات مع السلامه. خد بالك في حاجات في مجتمعات لازم انت تحافظ على الراجل بتاعك، وخصوصا ان احنا في مجتمعات قليله الثقافه وقليله الحيله، والناس بتضحك على الناس بسرعه، فبالتالي انت محتاج. انت حضرتك ميال لفكره الرقابه قوي والضبط في حاليا في الفتره الحاليه ليه بقى؟ هقول لحضرتك حاجه. احنا وصلنا يعني زمان لما كنا نفتح الجورنان كده ويقول لك ايه، مسكوا جاسوس خائن، دي كانت تبقى حاجه كبيره قوي، واحد مصري خائن، ايه ده؟ ونقعد عاوزين نشوف شكله ايه ده، خلاص، وكل حد ما يدافعش عنه يبقى نكره. النهارده راجل بيمسك انبوبه بوتاجاز وبيروح يفجر مش عارف ايه، ده اوحش من الخائن. اذا انت عندك خلل في مجتمعك دلوقتي، لو انت ما سرعتش ونزلت للمجتمع ده بسرعه ونقيته، واخد بالك انت، وكويس وماشي معايا اهلا وسهلا، والوحش بقسوه شديده عشان ارجعك تاني، مش لا حطول ده ولا حطول ده. احنا امبارح كان الالتراس الزملكاوي عاملين مظاهرات. طب يا ابني انت عاوز ايه؟ بترمي ليه بالطوب؟ لا في كوره ولا في اي حاجه، يقول لك طلع اللي انت ماسكه. طب بقت موضه بقى امسك المخطئ اللي بره يقول لك طلع، فبقت موضه لان هم قبل كده كان بيطلعوا. فانت النهارده عاوز حوار، عاوز قيادات، واخد بالك انت، تحاور. يعني مشكله الالتراس انه محتاج حوار حاجتين، حوار قريب ازاي تبقى كويس، خد بالك،